الأولاد بقى يعملوا إيه مع تعنيف الأهل المستمر والتوتر اللي بيعيشوا فيه في أوقات الامتحانات. أول حاجة أنا هعمل ريفريمنج لعقلي. دلوقتي أنا بابايا قال لي أنت مش بتذاكر، أنت مش شاطر، زمايلك هينجحوا، فبالتالي أنا هحس إن أنا متكهرب وإن أنا هغضب. لا، بس أنا جوايا بقى هقول إيه، لا ده بابا خايف عليا بس بطريقته. فأنا هحاول إن أنا هديه وإن أنا أهدى وابتدي أستب خطوات 1 2 3 إن أنا أهندل وقتي وإن أنا أبتدي أظبط مذاكرتي هتبدأ إزاي. وكمان في طريقة تانية ممكن الأولاد يستخدموها، إن أنت حاسس دايما بضغط ودوشة، كأنك في نفق مظلم، مظبوط. كأن في حروب حواليك بره، ما انتش عارف تتصرف. في حاجة اسمها mindful tunnel vision ممكن الأولاد تستخدمها في إن أنا أدعم نفسي وأقول لنفسي أنا جوه نفق سامع دوشة كتير حواليا، هبص لآخر النفق هلاقي نور، هلاقي الهدف بتاعي، أنا أشتغل على الهدف بتاعي وأنسى الدوشة اللي حواليا وأركز في هدفي علشان أقدر أوصل له بطريقة سلمية، مش بطريقة عدوانية أو بطريقة تخليني دايما داون ومش حاسس إن أنا هأدي أحسن حاجة.